خلاص تعبت. الحياة ظلمة ومفيش حد بيقدرني، علشان كده قررت اعتزل. كلمات أثارت بيها الفنانة مريهان حسين الجدل في الساعات اللي فاتت. بس يا ترى هي تقصد اعتزال الفن والتمثيل ولا مقاطعة السوشيال ميديا؟ مريهان كانت بتتكلم في البوست اللي نشرته على صفحتها على الانستجرام عن قد ايه هي متضايقة من الوسط الفني الفترة الأخيرة، وإنها قدمت أدوار مش مناسبة لموهبتها وقيمتها الفنية. أسئلة كتير سألها الجمهور الساعات اللي فاتت، بس كان أهمها إيه هو سبب اعتزال الفنانة مريهان حسين. يلا بينا نفصص الموضوع ونحكي لكم شوية عن مريهان حسين ونقول لكم سبب اعتزالها. مريهان حسين نشرت بوست جديد على صفحتها الشخصية عبر انستجرام، قالت فيه إنها قدمت أدوار مش شبهها ولا شبه موهبتها، مع إنها خدت ورش تمثيل كتير جدا. وكملت وقالت إنها بتعرف تقلد بالأداء والصوت والشكل والهيئة والملامح اللي بتعرف ترسمها على وشها، بالمكياج والشعر، من غير مساعدة من حد، هي بنفسها فقط وبأبسط الإمكانيات. وكمان بتصور نفسها وهي اللي بتعمل المونتاج. وإن الجمهور لما بيشوفها في الشارع والمول وكل مكان بيقول لها انتي مظلومة والله، واحنا نفسنا نشوفك في أعمال أكتر مناسبة لموهبتك الكبيرة. وقالت كمان ان صوتها حلو وبتعرف تغني، بس هي تعبت ومبقتش مبسوطة من جملة انتي مظلومة. واخيرا مريهان ختمت وقالت مش هعرض موهبتي على ناس مش بتشوفها ولا تقدرها، وان الوسط الفني كله مصالح وطالعين في موضة مين متجوز مين ومين مصاحب مين، مش مين شاطر وموهوب. وبمجرد نشر البوست انتشر كلام مريهان بسرعة كبيرة جدا بين الجمهور. الجمهور اللي وصفها بلقب هي كانت أكدت إنها سعيدة بيه جدا، وهو كيم كارديشيان العرب. كيم كارديشيان العرب لقب الجمهور بيحب يقولوا على مريهان حسين بسبب جمالها وجاذبيتها، وكتير من محبيها أكدوا إنها تشبه كيم كارديشيان الحقيقية كتير. مريهان حسين عندها كتير من الأسرار ما يعرفهاش الجمهور، وأهمها إنها اتسجنت قبل كده. مريهان حسين اتسجنت قبل كده سنة 2019. تعالوا بقى أقول لكم إيه قصة سجنها واتسجنت لمدة قد إيه، وإيه حصل أول ما دخلت السجن. قصة سجن مريهان حسين بدأت في شهر يونيو سنة 2016، لما كانت ماشية بعربيتها على طريق المنصورية وعدت على كمين، وحاولوا يوقفوها، رفضت ومشيت بسرعة عالية جدا وخبطت ضابط كان موجود بالكمين. ونجحوا في انهم يوقفوها، واتضح انها كانت تحت تأثير المواد الكحولية، وشتمتهم وخربشت ضابط بضوافرها. وخلال التحقيقات اتهمت اللي كانوا موجودين في الكمين انهم اعتدوا عليها بالضرب، وبعد ما عرضوها على الكشف الطبي اثبتوا فعلا ان ده حصل. وبعد التحقيقات والجلسات والتأجيلات تم الحكم عليها بالحبس 2.5 سنين مع دفع غرامة 30,000 جنيه. وبعد الاستئناف اتحكم عليها بأسبوعين وفعلا اتنفذ الحكم. مريهان حسين ليها كتير من التصريحات المثيرة للجدل، وأهمها إنها لما اتسألت عن إيه مواصفات الراجل اللي ممكن تحبه ردت وقالت أنا عايزة راجل أتبسط معاه وما يضايقنيش علشان أنا خلقي ضيق. وفي نهاية الفيديو، هل فعلا مريهان حسين هتنفذ قرارها وتعتزل الفن، ولا أيام وهنشوفها تاني في دور جديد؟